السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي يكون على منصة الدعم ديال السكن اللي تفتحت في 1 يناير. دابا راه بداو الناس كيتسجلوا. هاد المنصة يعني باش تستافد من هذاك الدعم كاينين بزاف ديال الشروط اللي خاصها توفر في داك الشخص اللي باغي يطلب هذاك الدعم، كاينين شروط اخرى اللي خاصها توفر في هذاك السكن اللي انت باغي تشريه. واش كيتوفر فيه هذيك الشروط باش يكون الطلب ديالك مقبول وتستافد من الدعم. وكاين حوايج اخرى اللي خاصنا نردو منها البال وما نطيحوش فيها باش ما نتقولبوش ويمشيو لينا فلوسنا. باش تستعد الدعم اللي دايره الدوله اللي كيتحاصر ما بين 10 مليون الى كان السكن من 30، يعني ديال 30 مليون سكن اقتصادي، كيتسمى سكن اقتصادي. الناس اللي غتشري من 30 مليون حتى ل 70 مليون، الدعم غادي يكون ديال 7 المليون ياك. الشروط بالنسبه للشخص خاصو يكون ما عندوش سبقش لي، يعني استفاد من السكن الاقتصادي، ما تكونش عنده دار في الاسم ديالو، يكون اول مره غيشري شي ملك. هذه هي الشروط. الشرط بالنسبه للسكن، السكن اللي غادي تشري خاصو يكون يعني التاريخ ديال التسجيل ديالو تسجل في 2023، اقل حاجه كتبدا من شهر 1 2023 حتى شهر 12، ما يكونش 2022 راه ما غاديش يتقبل. ايضا يكون هذاك السكن، يعني هذاك المنعش العقاري اللي انت غتاخذ منه عنده هذاك السكن، ما يكونش استفد من هذاك الدعم الضريبي ديال 5 مليون اللي كتعطيه الدوله. هو الديور يعني اللي كناخذوهم كناخذوهم ب 25، كتنقص لهم الدوله ديك 5 المليون، هو هذاك الدعم. الشرط الاخر، هذيك الدار تكون اول مره غادا تباع، ما تسبقش ليها تباعت. يعني انسان يرد البال مع هاد الحوايج قبل، لان يعني هادشي كامل غادي، يعني الموثق هو اللي كيتكلف، ولكن انسان يعني يتاخد الحيطه والحذر ديالو ويقلب على راسو، يمشي لدار الضريبه ويشوف هذيك الدار اللي بغى ياخذها واش ما فيش ليها التسجيلات. يقلب يبحث، ما يعتمدش بزاف على الموثق. والثمن ديال الموثق راه الدوله حداته في 2500 درهم، يعني باش يخدم معاك ويدير لك هاد التسجيل وكل شيء، ويوثق ويسجل ويدير لك هذاك الوعد بالبيع وكل شيء الاجراءات. بالنسبه للقضيه ديال الوعد بالبيع، يعني خاصه ضروري كتدفعها في المنصه، عاد كيجيك الجواب بان راك يعني راه الطلب ديالك مقبول. انت كتكون قبل ما اي يعني منعش عقاري، قبل ما كدير تاويه داك الوعد بالبيع كيقولك كتعطيني واحد التسبيق. هنا فين كاين المشكل، عطيت انا لذاك الشخص داك التسبيق، مني كيجيني جواب وحنا درنا الوعد بالبيع، كيجيني جواب كيعطيني الجواب كيجي على 30 يوم، كيقول لك الطلب ديالك مرفوض لان هذاك السكن راه ما كتوفرش فيه الشروط، وراه هذاك السكن اللي خديتيه يعني راه فايت ليه يستافد من الاعفاء الضريبي. هذاك المنعش عقاري عطات الدوله عفات عليه من الضريبه. هنا غتولي انت ما غتستافدش من هذاك الدعم. عطيتي التسبيق غتلقى مشكل باش ترجع هذاك التسبيق، يعني هنا ردوا البال بزاف، ما تقاولبوش. الانسان يعرف اش كيدير، يحاول يعني فاش غندير داك الوعد بالبيع نحاول ما نعطيش حتى شي حاجه. نحاول يكون واحد الاتفاق بالتراضي، يعني نقول لي راه انايا خاصني حتى نتاكد فعلا بان راه هذاك السكن غادي الجواب غيجيني القبول، هذيك الساعه غنعطيك الفلوس ديالك كامله صافي. حيت الجواب كيجي بعد 30 يوم، من ديك الساعه راه الفلوس غادي دوز النوطير، حيت الفلوس راه كدوز النوطير، هو اللي غادي يتكلف وراه كلشي غيدوز هو داك. غير هو ردوا البال باش ما توقعوا في حتى شي مشكل، ما تقولبوش، حداو راسكم. انسان يبغي يستافد، يبغي يعاون راسو ويصدق زايد عليه حاجه اخرى.